السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. طبعا في بعض الأسئلة بتجي بطريقة ذكية والجواب بيكون دقيق، لذلك إن شاء الله راح أطرح السؤال وأيضا جاوبكم عليه. السؤال هو كالتالي: ليش الشركة ما بتعمل دعايات، بما أنه شركة اليوم الأولى على الشرق الأوسط و مرتبة عالية عالميا، وكل هالقد منتجاتها وفكرة العمل تبعيتها رائعة. طيب، الجواب بكل بساطة: اليوم نحن بحياتنا الطبيعية إذا رحنا على مطعم وأكلنا من عنده أي شيء، تمام، وكان المطعم طيب، انتم اليوم عم تعملوا دعاية للمطعم دون ما تحسوا. فكروا فيها. طبعا اعطينا مطعم، مدري يكون خياط، مدري يكون اي شيء، نحن جربناه. راح نروح فرن لعند اصدقائنا، معارفنا، اقاربنا: والله هذا المطعم اكله كتير رائع، كتير طيب، شيء يعني لا يعلى عليه. انتم اليوم سوقتوا لصاحب المطعم ولكن بدون مقابل. لذلك اليوم وقت عم نقول لكم مشروع ذكي، يعني مشروع ذكي. اليوم الشركة قادرة انه تعمل وتحط مبالغ كبيرة لشركات الدعاية والإعلان والمواقع التواصل، ولكن اليوم أنت وقت راح تشوف شيء بس إعلان، ما حد عم يحكي لك عن تجربته، أنت اليوم راح تكون يعني ثقتك ضعيفة. لذلك الشركة اليوم أول شغلة أمنت فرصة عمل لملايين الناس، وهي أنه تدخل أنت كمستهلك وتبني فريق من المستهلكين. ولكن اليوم انت وقت بتحكي على المنتج كمجرب وتدعي الناس لحتى تجرب وتستهلك، وايضا يجيكم ارباح انت والناس اللي معك، هون انت خلقت فرصة عمل وتكلمت عن المنتج بعد تجربة. لذلك دائما اقول لكم جربوا. لذلك مشروع ذكي، وهو انه نحن نعمل دعاية، نحن كأعضاء وكفرق نعمل دعاية للشركة وللمنتج، ونحكي عن فرصة عمل وندعي الناس للانضمام لفرقنا. لذلك أنتم بمشروع ذكي، وهو بدل ما تروح الأموال لشركات الإعلانات والتجار والسوبر ماركت. ليش قلنا لكم نحن البيع المباشر من المعمل، من المصنع، من الشركة مباشر للمستهلك؟ هذا هو البيع المباشر، لأنه هون ما عاد في وسطاء، هن التجار وأصحاب الدعاية والإعلان. هاي المبالغ اللي كانت تروح لإلهم صارت لنا، لأنه نحن عم نشتغل على موضوع تجربة المنتج وفكرة العمل ونظام الشركة، ونحكي وندعي الناس لإله. الله يعطيكم العافية، وانتظرونا إن شاء الله بأسئلة جديدة، وأيضا جواب راح يكون عليها إن شاء الله دقيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.